بيبدأ الفيلم مع بوب البطل الخارق اللي بنشوفه وهو بينزل قطة من الشجرة، وكمان بيستخدم نفس الشجرة وبيوقف المجرمين والشرطة بتقبض عليهم. ولما بيركب عربيته بيتفاجئ بوجود ولد صغير اسمه بادي، فبوب بيزعق له وبيطلب منه ينزل من العربية، لكن بادي بيرفض وبيقول له ان هو من اكبر المعجبين بيه وبيتمنى ان هو يكون بطل خارق زيه مع ان هو ما عندوش اي قوة خارقة. وبيصر بادي ان هو يفضل في العربية علشان يساعد بوب اللي بيرميه من العربية وبيمشي. بعد كده بوب بيروح علشان يوقف حرامي تاني، لكن بتيجي هيلين المرأة المطاطية وبتضرب الحرامي وبتودع بوب وبتمشي. وبينط بوب من على المبنى علشان ينقذ شخص قبل ما يموت وبيدخل بيه مبنى تاني، وفجأة المبنى بينفجر وبيظهر حرامي بيسرق بنك. وقبل ما بوب يمسك الحرامي بيجي بادي وبيقول لبوب ان هو الولد الخارق وهيساعده علشان يمسك الحرامي، وبيعرفه ان هو قادر يوصل لهنا بسرعة باستخدام الحذاء الطائر اللي هو اخترعه بنفسه. فبوب بيطلب منه ان هو يرجع للبيت علشان المكان ده خطر عليه، لكن بوب بيرفض وبيقول له ان هو هيبقى بطل خارق زيه. وبيستغل الحرامي ان هما بيتكلموا وبيلزق قنبلة في رجل بادي اللي بيطير بالحذاء بتاعه، فبوب بيمسك فيه وهو طاير وبياخد القنبلة وبيرميها بعيد وبينقذه. بس للأسف القنبلة بتفجر طريق المترو اللي بيبقى جاي بسرعة كبيرة جدا، وساعتها بوب بيجري وبيقف في وش المترو وبيقدر ينقذ كل الركاب، وبيروح يسلم بادي للشرطة علشان ترجعه لأهله، وبيركب عربيته الخارقة وبيمشي. وبعد يوم طويل جدا من الأعمال البطولية بيغير بوب بدلته علشان محدش يعرفه، وبيروح للقاعة وبيتجوز هيلين المرأة المطاطية اللي قابلها في أول اليوم. وبيحضر الفرح كل الأبطال الخارقين اللي مسؤولين عن إنقاذ المدينة ومساعدة الناس، لكن للأسف الشخص اللي بوب أنقذه بيرفع قضية لأن بوب كسر رقبته. وكمان كل ركاب المترو بيرفعوا قضايا على بوب وبيكسبوها، وبتحصل كارثة وكل المجرمين بيرفعوا قضايا على الأبطال الخارقين وبيكسبوها هم كمان. وساعتها الحكومة بتقرر إنها تتخلى عن الأبطال الخارقين وبتطلب منهم ما يتدخلوش في أي أعمال إنقاذ، وإنهم يعيشوا حياة سرية زي البشر العاديين وما يستخدموش قوتهم علشان محدش يعرف حقيقتهم. وبتعدي الأيام وبنشوف بوب البطل الخارق وهو متضايق لأنه شغال شغلانة مملة جدا زي أي موظف عادي. بعد كده بيرجع للبيت وبيقابل هيلين اللي بقت مراته، وبنعرف إنهم خلفوا 3 أطفال أشقياء جدا وعندهم قوة خارقة، منهم فلاش اللي بيقدر يجري بسرعة كبيرة، وفي اللي بتقدر تختفي وكمان بتقدر تعمل حاجز من الطاقة، وآخر واحد فيهم هو جاك الطفل الصغير اللي لسه معرفوش ايه هي قوته الخارقة. وبيخبط الباب وبيدخل فروزنت صديق بوبو اللي بيقدر يحول المية لجليد، وبيخرج بوبو ومعاه فروزنت من البيت وبيقعدوا في العربية وبيسمعوا في الراديو ان في مبنى بيتحرق، فبيقرروا يروحوا لهناك علشان ينقذوا الناس قبل ما حد يتأذى. وبنشوف ان في حد بيراقبهم وبيمشي وراهم، وبيوصلوا لمكان الحريق وبينقذوا الناس وهم لابسين زي الحرامية علشان محدش يعرف انهم ابطال خارقين. وبينطوا بوب وفروزنت وهم شايلين الناس من المبنى وبيدخلوا محل مجوهرات، ولما الشرطة بتوصل بيفهموا انهم بيسرقوا المحل وبيثبتهم الشرطة علشان ما يهربوش، بس فروزنت بيستخدم قوته وبيجمده وبيهرب هو وبوب وبيرجعوا للعربية وبيمشوا. ولما بوب بيرجع للبيت هيلين بتزعله لانه عرض عيلتهم للخطر، وبتفكروا انهم ما ينفعش يظهروا للناس قوتهم الخارقة، فبيتضايق بوب وبيقول لها ان هو لو ما كانش اتدخل كان ممكن حد يموت. وتاني يوم الصبح بيروح بوب يقابل المدير بتاعه اللي بيزعق له برضه لانه مش منتظم في شغله، وهم بيتكلموا بوب بيشوف ان في شخص محتاج للمساعدة، لكن المدير بيرفض ان بوب يروح يساعده وبيقول له ان هو لو خرج من المكتب هيطرد. وساعتها بوب بيتعصب وبيضرب المدير وبيكسر بيه كل جدران الشركة وبيتنقل للمستشفى. وبيجي الشخص المسؤول عن الابطال الخارقين واللي اسمه ريك وبيعرف بوب ان هو مش هيقدر يوفر له شغل في الوقت الحالي، وبيقول له ان الشرطة دفعت فلوس كتير جدا علشان المدير ما يتكلمش وما يعرفش الناس ان هو بطل خارق، وبيسيبه وبيمشي. وبيرجع بوب للبيت وبيدخل للمكتب وبيتفرج على الصور والبدلة بتاعته لما كان بطل خارق وبيتمنى ان هو يرجع زي زمان. وفجأة بيلاقي تابلت على المكتب، ولما بيفتحه بيشوف ميراج الشخص اللي كان بيراقبه، وبتقول له ميراج انها عارفة ان هو البطل الخارق وبتعرفه انها من ضمن منظمة سرية جدا، وبتطلب مساعدته علشان هم صنعوا روبوت خطير، والروبوت ده هرب منهم على جزيرة معزولة، ولو قدر يخرج من الجزيرة ممكن يدمر العالم. فبيفرح بوب جدا وبيقرر يروح علشان يدمر الروبوت، وده علشان يحس ان هو رجع بطل خارق زي زمان. وبيقول لهيلين ان هو هيروح مأمورية تبع الشغل وهيفضل هناك كام يوم، وبيروح يقابل ميراج في الطيارة وهو لابس البدلة بتاعته، وبتقول له ميراج ان الروبوت ده ذكي جدا وبيطور نفسه بسرعة كبيرة وعلشان كده قدر يخرج عن سيطرتهم. وبيطمنها بوب وبيقول لها ان هو هيقدر يدمر الروبوت ويسيطر على الوضع وينقذ العالم. وبيركب في الكبسولة وبيخرج من الطيارة وبينزل على الجزيرة اللي موجود فيها
فيها الروبوت. وفجأة بيظهر الروبوت وبيهاجم بوب اللي بيحاول يتفاداه، لكن الروبوت بيقدر يصيبه، وكمان بيتحول لكورة وبيفضل يطارد بوب لحد لما بيوصلوا لمكان مليان حمم بركانية، وبيزق الروبوت بوب علشان يوقعه في الحمم، لكن بوب بيقدر يشده وبيوقعه هو في الحمم. بس الروبوت ما بيتأثرش وبيخرج من غير ما يجراله اي حاجة، وبيمسك بوب وبيفضل يضرب فيه. وساعتها بوب بتجيله فكرة وبيخرج دماغ الروبوت وبيدخل جواه، وبيفضل الروبوت يضرب في نفسه لحد لما بيتدمر وبيبوظ. وبنشوف ان في شخص بيتكلم مع ميراج وبيقول لها ان بوب افضل بطل خارق. بعد كده بيرجع بوب على البيت وبيعيش حياة سعيدة جدا مع هيلين واولاده، وبيتدرب وبيستعد للمهمة التانية. وبيروح يقابل إدنا مصممة ازياء الابطال الخارقين، وبيطلب منها تصنع له بدلة جديدة وكمان تصلح له البدلة القديمة لانها اتقطعت لما كان بيحارب الروبوت. ولما بوب بيبقى في البيت ميراج بتكلمه في التليفون وبتعرفه ان في مهمة جديدة وبتطلب منه يقابلها. وبتبقى هيلين سمعتهم في التليفون وبتفهم ان بوب بيخدعها، وبيركب بوب العربية وبيعرف هيلين ان هو رايح مأمورية تبع الشغل وبيودعها وبيمشي. وبيروح يقابل ميراج وهو لابس بدلته الجديدة، وبيدخلوا للمنظمة اللي بتبقى في مكان سري على نفس الجزيرة اللي كان فيها الروبوت. وبيدخل بوب المكتب علشان يقابل رئيس المنظمة، لكن فجأة الباب بيتفتح وبيظهر روبوت تاني وبيهاجمه. والروبوت ده بيبقى اقوى من الروبوت التاني وكمان اكبر منه، وما بيقدرش بوب يهزمه ولا حتى يدافع عن نفسه. وقبل ما الروبوت يقتل بوب بيجي بطل خارق تاني وبيتحكم في الروبوت اللي بيبقى ماسك بوب. والبطل الخارق ده بيقول لبوب ان هو بعد ما دمر الروبوت الاولاني هو صنع روبوت تاني اقوى وافضل منه بكتير. وبيتصدم بوب لما بيعرف ان البطل الخارق ده هو نفسه بادي الولد الصغير اللي هو انقذه قبل كده. وبيقول بادي لبوب انه كل اللي كان بيتمناه ان هو يبقى بطل خارق زيه، بس هو حطم حلمه لما رفض مساعدته وهو صغير، ومن وقتها قرر ينتقم منه. وبيعرفه ان هو جمع كل الفلوس اللي بنى بيها المنظمة من بيع الاسلحة اللي هو صنعها بنفسه. ولما بوب بيحاول يهاجمه بادي بيستخدم اشعة بتثبته مكانه، وبيفضل يضرب فيه باستخدام الاشعة دي لحد لما بوب بيجري وبينط في المية وبيهرب منه. في الوقت ده هيلين بتدخل للمكتب بتاع بوب، ولما بتبص على البدلة بتاعته بتلاقيها متخيطة، فبتفهم ان إدنا هي اللي خيطتها وبتروح لها علشان تعرف منها مكان بوب. لكن إدنا ما بترضاش تعرفها مكانه غير لما بتفرجها على البدل الجديدة اللي صنعتها لكل واحد فيهم. واول بدلة بتبقى لفلاش واللي بتقدر تتحمل الاحتكاك بدرجة كبيرة، وتاني بدلة بتبقى لجاك الولد الصغير، والبدلة دي بتتحمل درجة الحرارة العالية وكمان مضادة للرصاص. وكمان بتوريها بدلتها وبدلة في اللي بتقدر تختفي، فهيلين بتتعصب عليها وبتقول لها انهم ما عادوش ابطال خارقين وبتطلب منها تعرف مكان بوب. فإدنا بتديها جهاز التعقب اللي بيعرفها مكان بوب على الخريطة. في الوقت ده بوب بيتسلل وبيضرب الحراس وبيدخل للمنظمة من غير ما حد يشوفه، وبيروح لمكان المكتب بتاع بادي. ولما بيفتح الكمبيوتر بيعرف ان بادي عمل تجارب على كل الابطال الخارقين وقتلهم باستخدام الروبوتات اللي هو صنعها. وبيعرف كمان ان هو هيبعت روبوت علشان يدمر المدينة، وان الصاروخ اللي موجود على الروبوت هينطلق بعد 8 ساعات. بس فجأة بيطلع ان ده فخ من بادي وبتخرج مدافع من الجدران وبتهاجم بوب وبتصيبه بكرات مطاطية بتقدر تثبته مكانه. اما هيلين بتكلم صديق ليها في التليفون وبتطلب منه طيارة علشان تروح للجزيرة اللي بوب موجود فيها. وبيشوف فلاش واخته في البدل الجديدة وبيلبسوها علشان يجربوها. وبتطلب هيلين من اولادها يفضلوا في البيت علشان هي هتروح تشوف والدهم بيعمل ايه. وفعلا بتركب هيلين الطيارة وبتبدأ رحلتها، ولما بتلبس البدلة بتتفاجئ ان داش وفي جم وراها، فبتزعق لهم لانهم ما سمعوش الكلام وكمان سابوا اخوهم الصغير لوحده. لكن في بتطمنها وبتقول لها انها جابت له مربية علشان تهتم بيه. وفجأة بتظهر صواريخ متتبعة وبتطارد الطيارة، وقبل ما الصواريخ تفجرها بتتحول هيلين لكرة مطاطية وبتنقذ اولادها وبينطوا من الطيارة وبينزلوا للمية. وساعتها هيلين بتفهم ان بوب في خطر وبتطلب من اولادها يثقوا فيها وهم هيوصلوا للجزيرة. في الوقت ده بيبقى بادي محتجز بوب وبيروح يقوله ان هو قتل مراته واولاده اللي كانوا جايين علشان ينقذوه. فبيتضايق بوب وبيتعصب وبيحاول يمسك بادي، لكن ميراج بتنقذه وبتتمسك مكانه. وساعتها بوب بيطلب من بادي يحرره والا هيقتل ميراج، فبادي بيتحداه وبيقول له ان هو ما يقدرش يعمل كده، وفعلا بوب بيسيب ميراج وما بيرضاش يقتلها. اما هيلين بتبقى اتحولت لمركب وبيزقها فلاش وبيجروا بسرعه كبيره على الميه. وبالليل بيوصلوا للجزيره وبيدخلوا جوه كهف علشان محدش يعرف مكانهم او يشوفهم. وبتطلب هيلين من اولادها انهم يفضلوا في الكهف ده وهي هتروح علشان تنقذ والدهم، وبتسيبهم وبتمشي وبتمسك في كبسوله متحركه وبتدخل للمنظمه وبتضرب الحراس وبتتسلل من غير ما حد يشوفها، وبتعرف مكان بوب عن طريق كاميرات المراقبه. وبنرجع لفلاش وفي اللي بتحاول تطور قدرتها علشان تقدر تعمل مجال طاقه حوالين النار، وبيسيبها فلاش
فلاش وبيروح علشان يستكشف الكهف، وفجأة بيشوف نار جاية عليهم من بعيد، فبياخد فيه وبيخرجوا من الكهف بسرعة. والنار دي بتبقى خرجت من الصاروخ اللي انطلق علشان يوصل الروبوت المدمر للمدينة. والصبح بيتفاجئ فلاش وفيه لما بيشوفوا بغبغان بيتكلم، لكن البغبغان ده بيبقى مجرد كاميرا وبيعرف الحراس ان في اطفال موجودة معاهم على الجزيرة. وبنشوف ميراج وهي بتحرر بوب اللي بيمسكها علشان يقتلها، لكنها بتعرفه ان اولاده لسه عايشين وكمان موجودين معاهم على الجزيرة. وبيفرح بوب جدا لما بيعرف ان هيلين جات علشان تحرره، وبيروحوا هما الاتنين علشان ينقذوا اولادهم من الحراس اللي بيطاردوهم. في الوقت ده الحراس بيقدروا يحاصروا فلاش وفي اللي بتختفي فجأة وبتطلب من فلاش يجري بسرعة. فبيجري فلاش بسرعة كبيرة جدا وبيحاول يهرب من الحراس اللي بيطاردوه، وبيفضل يجري بسرعة لحد لما بيكتشف ان هو بيقدر يجري فوق المية، وبيدخل لكهف وبتدخل الطيارات وراه، وبينزل تحت المية وبيخلي الطيارتين يخبطوا في بعض وينفجروا. اما في بتبقى مخفية وبتقدر تضرب الحارس من غير ما يشوفها، وبيجي داش وبيساعدها وبيضرب الحارس التاني. وقبل ما الحارس يقتل فلاش باستخدام السلاح، في بتعمل حواليه مجال من الطاقة وبتنقذه، وبيجري فلاش بسرعة كبيرة بمجال الطاقة اللي بيحميه هو وفي، وبيدمروا طيارات الحراس. وبالصدفة بيقابلوا باباهم ومامتهم اللي كانوا جايين علشان ينقذوهم، وبينبهر فلاش وفي لما بيشوفوا باباهم ومامتهم وهم بيدمروا الطيارات وبيضربوا الحراس بكل سهولة، وبيتحدوا وبيستخدم كل واحد فيهم قوته وبيحاربوا الحراس وبيقدروا يهزموهم. لكن فجأة بادي بيثبتهم كلهم بالشعاع وما بيقدرش حد فيهم يتحرك، وبيحاصرهم هو وباقي الحراس، وبيقيدهم باستخدام الأشعة وبيقول لهم انه قتل معظم الأبطال الخارقين، وبيعرفهم انه عمل كل ده علشان لما الروبوت يبدأ يدمر في المدينة محدش هيقدر يوقفه، وساعتها هو هيظهر للناس كبطل خارق وهيقدر يتحكم في الروبوت ويهزمه، وده هيخلي كل الناس تحبه وتحترمه زي ما كان بيحلم، وبيسيبهم وبيمشي. وفعلا الروبوت بيبقى وصل المدينة وبدأ يهاجم الناس، وبيعتذر بوب لهيلين ولأولاده لأنه السبب في كل اللي حصل، وبيحس بالذنب لأنه مش قادر يساعدهم. بس في بتستخدم قوتها وبتقدر تتحرر، وكمان بتروح تحرر باقي عيلتها، وبيجروا بسرعة علشان يركبوا الصاروخ اللي هيوصلهم للمدينة، وبتساعدهم ميراج علشان ينطلقوا بالصاروخ. في الوقت ده بادي بيوصل للمدينة وبينقذ الناس وبيقول لهم ان هو البطل الخارق الجديد وان هو هنا علشان يحميهم، وبيستخدم جهاز التحكم علشان يدمر الروبوت وبيهاجمه، وبيمثل ان هو بيضربه وبيقدر يكسر دراعه. وساعتها الروبوت بيشوف جهاز التحكم وبيصيبه وبيوقعه من بادي اللي بيخاف وبيترعب وبيحاول يهرب وبيقع على سطح واحد من البيوت. اما بوب وعيلته بيبقوا في العربية اللي على الصاروخ اللي بينقسم نصين وبيوقع العربية في المدينة، وفجأة الروبوت بيهاجمهم وبيحاول يقتلهم، وبتستخدم فيه قوتها علشان تحمي فلاش، وبينط بوب من المبنى وبيضرب الروبوت وبيقدر يوقعه، وبيجي فروزنت وبيساعد بوب وبيجمد الروبوت، لكن الروبوت بيقدر يكسر الجليد بكل سهولة وبيضرب فروزنت. وبالصدفة بوب بيلاقي جهاز التحكم فبيرمي لي فلاش اللي بيجري بسرعة علشان يلحقه، بس الروبوت بيشوفه وبيهاجمه وبيحاول يصيبه بأشعة الليزر، ومع ذلك فلاش بيوصل للجهاز، وبتمسك هيلين قطعة معدنية وبترميها على الروبوت وبتدمر مدفع الليزر، وبياخد فروزنت داش وبيجري بسرعة على المية، لكن الروبوت بيتحول لكورة وبيطاردهم وبيقدر يوقع جهاز التحكم منهم. وقبل ما بوب يوصل للجهاز الروبوت بيقدر يمسكه بالمخلب بتاعه، بس في بتقدر تاخد جهاز التحكم وبتوقع الروبوت وبتروح لوالدتها اللي بتاخد منها الجهاز، وبتدوس هيلين على الزرار اللي بيشغل المخلب اللي مع بوب، وبيستنى بوب لما الروبوت يقرب منهم وبيسيب المخلب اللي بينطلق بسرعة كبيرة وبيخترق الروبوت وبيدمره، وبتتجمع كل الناس وبتشكرهم وبتسقف لهم لانهم انقذوا حياتهم. ولما بيرجعوا للبيت بيتفاجئوا لما بادي بيهاجمهم وبيضربهم وبياخد جاك وبيطير، بس فجأة جاك بيتحول لنار، بعد كده معدن تقيل جدا، وكمان بيتحول لوحش مفترس وبيهاجم بادي وبيضربه وبيقع منه. وساعتها بوب بيرمي هيلين اللي بتطير في السماء وبتنقذ جاك، وبيرمي بوب العربية اللي بتصيب الطيارة وبتوقع بادي في المحرك اللي بينفجر هو والطيارة كلها، وبتستخدم فيه قوتها وبتحمي عيلتها من حطام الطيارة اللي بيقع عليهم وبيدمر البيت كله. ومع ان البيت بيبقى اتدمر بيبقى بوب وعيلته مبسوطين جدا، وكمان بيخلوا فلاش يشارك في مسابقة الجري وبيكسب المركز التاني. وبتقابل في زميلها توني اللي بيبقى معجب بيها وبيقرروا ان هم يخرجوا مع بعض. ولما توني بيبقى مع اصحابه بيشوف الحفار وهو خارج من تحت الارض علشان يدمر المدينة، وساعتها بيستخبى تحت عربية وبيسمع بوب هو وعيلته وهم بيتفقوا ازاي هيقدروا يهزموا الحفار. وبيخرج توني من تحت العربية وبيتفاجئ لما بيشوف في وهي لابسة زي الابطال الخارقين، فبتحاول في انها تشرح له لكنه بيسيبها وبيجري. في الوقت ده بيبقى بوب بيحاول يوقف الحفار اللي بيدمر مباني كتير جدا وبينزلها تحت الارض، ومن ضمن المباني دي بيبقى البنك.
وبيفتح الحفار الخزنة وبيسرق كل الفلوس بالشفاط وبيخرج من الآلة الكبيرة وبيهرب بحفار صغير. وبتخرج الآلة اللي على شكل حفار لسطح المدينة وبيحاول بوب وهيلين يوقفوها وبيجي فروزنت وبيساعدهم. في الوقت ده فلاش بيجري بسرعة وبينقذ الناس وبتدخل هيلين جوه الآلة وبتحاول توقفها وبيساعدها بوب وبيقدروا يوقفوها فعلا. وقبل ما الآلة تنفجر بتحميهم في بقوتها، لكن الشرطة بتيجي وبتحاصرهم وبتقبض عليهم كلهم ما عدا فروزنت اللي بيقدر يهرب. وبتستجوب الشرطة بوب وهيلين وبتلومهم لأنهم لو ما كانوش اتدخلوا ما كانش هيحصل كل الدمار ده، وبيطلبوا منهم ما عادوش يظهروا للناس تاني أو يستخدموا قوتهم وإلا هيتقبض عليهم للأبد. وفي العربية في بتقول لوالدها إن توني عرف إن عندها قوة خارقة، وبينزلوا من العربية اللي بتوصلهم للفندق اللي عايشين فيه بعد ما بيتهم اتدمر. وبيروح بوب يقول لريك المسؤول عن الأبطال الخارقين إن في ولد عرف حقيقة في، فريك بيطمنه وبيقول له إن هو هيهتم بالموضوع ده وبيودعهم وبيمشي. وبيستجوب بريك توني وبيتأكد إن هو مقالش لحد تاني وبيستخدم عليه جهاز وبيمسح آخر ذكرياته. وبالليل بيروح فروزنت لهيلين وبوب وبيقول لهم إن في شخص غني جدا عاوز يقابلهم هما التلاتة بلبسهم الخارق القديم. وفعلا بيروحوا هما التلاتة وبيقابلوا وينستون الراجل الغني جدا اللي بيبقى بيحب الأبطال الخارقين، وبيعرفهم على أخته إيفلين اللي بترحب بيهم. وبيحكي لهم وينستون عن والده ووالدته وبيقول لهم إن والده كان بيحب الأبطال الخارقين جدا وكان بيتواصل معاهم باستمرار، لكن كل الأبطال الخارقين اختفوا لما القانون منعهم يستخدموا قوتهم. وفي يوم مجموعة من اللصوص اقتحموا منزل والد وينستون اللي كان بيحاول يتصل بالأبطال الخارقين علشان يجوا يساعدوه، ولأن القانون منعهم يستخدموا قوتهم محدش جه علشان ينقذه. ساعتها اللصوص قتلوا والد وينستون وبيقول لهم إنهم عايزين يخلوا الأبطال الخارقين ترجع تنقذ الناس زي زمان، وعلشان يعملوا كده لازم يفهموا الحكومة إنهم بيضحوا بحياتهم علشان ينقذوا الناس، وده عن طريق إنهم يصوروا كل اللي بيعملوه. وبيفهمهم إن هيلين هي اللي هتظهر في الوقت الحالي لحد لما الناس ترجع تحب الأبطال الخارقين مرة تانية، وساعتها هيقدروا يغيروا القانون ويرجعوا كل الأبطال الخارقين علشان يساعدوا الناس. فبيوافق بوب وهيلين وفروزنت على خطة وينستون اللي بيقدم لهم منزل كبير جدا ومتطور كهدية منه. وبتركب هيلين الدراجة بتاعتها وبتمشي وبتسيب بوب اللي قرر يفضل في البيت علشان يهتم بالأولاد. وبتروح هيلين للمدينة وبتستنى أي كوارث تحصل وبتشوف المحافظ وهو بيفتتح المترو الجديد، وفجأة بيتحرك المترو وبيرجع لورا بسرعة كبيرة جدا. فبتجري هيلين وراه بالدراجة بتاعتها علشان توقفه، وبتبقى الكاميرا اللي في البدلة بتاعتها بتصور كل اللي بيحصل. وبتطلع هيلين على سطح البيوت وبتمشي على الحيطة وبتقدر تنط فوق المترو اللي بيخش في نفق وبتنفجر الدراجة بتاعتها. وبتقدر هيلين تفصل المترو عن العربة اللي بتسحبه وبتتحول لمنطاد وبتوقف المترو وبتنقذ كل الركاب. ولما بتروح علشان تعرف ايه السبب بتلاقي ان كان في حد بيتحكم في سواق المترو عن طريق الشاشات. في الوقت ده بيبقى بوب بيحاول ينيم الطفل جاك لكنه هو اللي بينام، ولما جاك بيشوف حيوان الراكون وهو بياكل من الزبالة بيخرج من الازاز وبيضربه، وكمان بيتحول لطفل مشتعل وبيحرق كل حاجة قدامه وبيضرب الراكون، وبيخرج ليزر من عينيه وبيبدأ يطارده. وبيجي بوب وبيحاول يمنع جاك لكن جاك بيتحول لنسخ كتير جدا وبيضرب الراكون اللي بيخاف وبيهرب. وبيتصدم بوب لما جاك بيعطس وبيتحول لنار وبيخرج ليزر وبرق في وقت واحد. وتاني يوم الصبح بتروح في لتوني وبتتكلم معاه وبتحاول تفسر له اللي حصل، لكن توني ما بيبقاش فاكر اي حاجة ولا حتى عارف اسم في اللي بتتضايق جدا لانه مش فاكرها. ولما بترجع للبيت وبتحكي لوالدها اللي حصل بيقول لها ان اكيد إيريك مسح ذكرياته، فبتتعصب فيه وبتحاول تقطع بدلتها. في الوقت ده هيلين بتبقى مع وينستون اللي بيطلب منها تستعد علشان عندها لقاء تلفزيوني. وقبل ما هيلين تقابل المذيع بتشوف السفيرة اللي بتروح تسلم عليها وبتشكرها لانها انقذت ركاب المترو. بعد كده بيبدأ البرنامج وبيرحب المذيع بهيلين وبيقدمها للناس، لكن فجأة المذيع بيتصرف بغرابة وده لان في شخص بينيمه مغناطيسيا وبيتحكم فيه، وكمان الشخص ده بيتحكم في كل اللي موجودين في البرنامج وبيقول لهيلين ان هو هيقتل السفيرة. فبتجري هيلين وبتخرج من الشباك وبتحاول توصل للطيارة اللي السفيرة موجودة فيها، وفعلا بتدخل للطيارة وبتدمر الشاشات اللي بتتحكم في الطيارين، لكن الطيارة بتتصاب وبتاخد هيلين المذيعة وبتخرج من الطيارة اللي بتنفجر على آخر لحظة. وبينتشر الخبر في كل مكان وبتبدأ الناس تحب هيلين وكمان يشجعوها. وبتروح هيلين لوينستون اللي بيرحب بيها وبيهنيها لأن خطتهم هتبدأ تنجح، لأن في ناس كتير عايزة الأبطال الخارقين ترجع تحمي العالم. بس هيلين بتبقى متضايقة لأنها ما قبضتش على الشخص اللي بيتحكم في الناس عن طريق التنويم المغناطيسي، لكن وينستون بيفاجئها وبيوريها الأبطال الخارقين اللي قدر يجمعهم علشان يظهرهم للناس. ومن ضمن الأبطال دول بتبقى كرين اللي بتنقل أي حاجة
حاجة عن طريق البوابات. وبتتعرف هيلين على باقي الأبطال الخارقين واللي بيبقى كل واحد فيهم عنده قوة مختلفة عن التاني. وبتتكلم هيلين مع ايفلين وبيتفقوا ازاي يقبضوا على الشخص اللي بيتحكم في الناس عن طريق التنويم المغناطيسي. وبتطلب هيلين من ايفلين انها تصنع لها جهاز بيتعقب الاشارات اللي بتسيطر على الناس. وبتتكلم هيلين مع المذيع في التلفزيون وبتستفز الشخص اللي بينيم الناس مغناطيسيا علشان يظهر. وفعلا الشخص ده بيظهر على كل الشاشات وبينصح الناس انهم يعتمدوا على نفسهم مش يستنوا بطل خارق علشان يجي ينقذهم. في الوقت ده بتبقى هيلين بتستخدم الجهاز اللي ايفلين صنعته لها وبتعرف مكان البث وبتروح لهناك. وبتدخل للبيت وبتستكشف المكان وبتشوف رسومات لمخطط التحكم في المترو وكمان التحكم في طيارة السفيرة. وفجأة بيظهر الشخص ده واللي بيبقى عامل لها فخ وبيحبسها في صندوق وبيحاول ينيمها مغناطيسيا، لكن هيلين بتهاجمه وبتضربه وبتخرج من الصندوق وبتطارده وبتجري وراه وبتنط من المبنى وبتتحول لمنطاد وبتنقذه. ولما بتشيل القناع بتكتشف ان هو شخص عادي وبتيجي الشرطة وبتقبض على الشخص ده واللي ما بيبقاش عارف هو عمل ايه. وبنروح لبوب اللي بيبقى شكله تعبان جدا لانه ما نامش بقاله مدة كبيرة، وبيتعصب لما بيعرف من التلفزيون ان العربية الخارقة بتاعته اتباعت لشخص غني جدا، فبيتضايق لانه كان فاكر ان العربية اتدمرت. وبيجيب جهاز التحكم بتاعها وبيشغلها وبيندهش فلاش وبياخد جهاز التحكم وبيلعب بيه، لكن بوب بياخده منه تاني وبيقول له انهم ما يقدروش ياخدوا العربية لانها ما عادتش بتاعتهم. وبياخد جاك وبيروح لإدنا وبيطلب منها تصنع بدلة لجاك علشان يقدروا يتحكموا في قوته. في البداية إدنا بترفض، لكن لما بتشوف قوة جاك على تغيير شكله الطيران بتتفاجئ وبتطلب من بوب يسيب لها جاك ويروح ينام ويجي بكرة الصبح ياخده هو والبدلة بتاعته. في الوقت ده بيحتفل وينستون وكل الأبطال الخارقين بهيلين لأنها قدرت تقبض على الشخص اللي كان بيتحكم في الناس. وبيقول وينستون لكل الأبطال إن هو هيجتمع بقادة العالم على السفينة بتاعته علشان يمضوا عقد رجوع الأبطال الخارقين لمساعدة الناس. فبيفرح كل الأبطال ما عدا هيلين اللي بتبقى حاسة بالقلق وبتخرج من الحفلة وهي متوترة، وبتروح تراجع الفيديو وهي بتقبض على الشخص اللي كان بينام الناس مغناطيسيا. وبتيجي ايفلين وبتساعدها في البحث وبتستغرب هيلين ان الشخص ده كان عارف ان هم هيوصلوا له، وكمان بتفهم ان هو مجرد عامل توصيل لكن حد كان بيتحكم فيه. وفجأة ايفلين بتلبس هيلين نضارة وبتسيطر عليها. وتاني يوم بيروح بوب لإدنا وبيشكرها لانها اهتمت بجاك، وبتبدأ إدنا تختبر البدلة اللي صنعتها لجاك وبتقول لبوب ان البدلة دي هتناسب كل قوة جاك الخارقة، وبتديله الجهاز اللي بيتحكم في البدلة وكمان اللي هينبههم قبل ما جاك يستخدم قوته. وبنرجع لهيلين اللي لما بتفوق بتلاقي نفسها مربوطة في كرسي، وبتنصحها ايفلين انها ما تستخدمش قوتها لان درجة الحرارة تحت الصفر وممكن تتكسر، وبتقول لها انها هي اللي بتتحكم في الناس عن طريق الشاشات، وبتعرفها ان وينستون اخوها ما يعرفش حاجة عن الموضوع ده. ولما هيلين بتسألها عن السبب اللي بيخليها تعمل كده بتقول لها انها عايزة تخلي الناس تكره الابطال الخارقين، وده علشان يعتمدوا على نفسهم وما يستنوش اي حد يجي ينقذهم زي ما والدها عمل، لانه لو كان هرب او استخبى في البيت ما كانش اتقتل من اللصوص. وبتعرفها انها تستغلها علشان تخلي العالم كله يكره الابطال الخارقين وبترجع تتحكم فيها تاني عن طريق النضارة. في الوقت ده بيبقى بوب واولاده بيدربوا جاك على استخدام قوة الليزر، وفجأة جاك بيختفي وبيستخدموا الجهاز بتاع إدنا وبيقدروا يعرفوا مكانه. وبيرن التليفون وبتبقى ايفلين المتصلة وبتطلب من بوب المساعدة لان هيلين في خطر. فبوب بيكلم فروزنت وبيطلب منه يجي علشان يهتم بالاولاد لانه هيروح يساعد هيلين. وبيمشي بوب من البيت وبيسيب جاك مع في اللي بتروح تدي فلاش البدلة بتاعته لانهم هيروحوا ورا والدهم. ولما فلاش بيفتح الباب بيتفاجئ بوجود الابطال الخارقين لكن لابسين النضارة اللي بتتحكم فيهم، وقبل ما يهاجموهم بيجي فروزنت وبيهاجمهم بالجليد. وساعتها فلاش بيستخدم رمود التحكم علشان يجيب العربية الخارقة بتاعت والده، بس الابطال بيستخدموا قوتهم وبيبداوا يهاجموهم من كل مكان، وبتكون في مجال من الطاقة علشان تحمي فلاش وجاك. ولما فروزنت بيحاول يساعدهم واحد من الابطال بيمسكه، فجأة بتوصل العربية الخارقة وبتنقذهم، وبيتحرر فروزنت وبيضرب الابطال وبيأمر فلاش وفي ياخدوا جاك ويركبوا العربية، وبيطلب من العربية تنفذ كلام فلاش وفي عن طريق التعريف الصوتي. وقبل ما فروزنت يروح يركب معاهم الابطال الخارقين بيمسكوه بيلبسوه نضارة وبيسيطروا عليه، وساعتها العربية بتخرج بفلاش وفي وجاك من البيت وبتهرب من الابطال الخارقين. اما بوب بيبقى وصل لايفلين اللي بتقوله ان هيلين بقت بتتصرف بغرابة الفترة الاخيرة، ولما بوب بيروح علشان يشوفها بتهاجمه وبتضربه وبتاخد نضارة من ايفلين وبتلبسها لبوب وبتسيطر عليه. في الوقت ده بيقرر فلاش وفي وكمان جاك انهم يروحوا ينقذوا باباهم ومامتهم لانهم اكيد في خطر، وبيطلبوا من العربية
الخارقة توديهم لمكان السفينة اللي هيتعمل عليها المؤتمر، لكن السفينة بتبقى اتحركت وساعتها بيتمنى فلاش ان العربية توصلهم للسفينة، فبتتحرك العربية وبتنزل للمية وبتتحول لمركب وبتطارد السفينة وبتقدر توصل لها، وكمان بترميهم لفوق وبتوصلهم لسطح السفينة وبيستخبوا بسرعة قبل ما حد يشوفهم. وبنروح لوينستون اللي بيرحب بالابطال الخارقين وكمان قادة الدول على السفينة بتاعته، وبتطلب في من فلاش ان هو ياخد باله من جاك، وبتختفي وبتروح علشان تعرف مكان باباها ومامتها، لكن بتتخبط في فازة وساعتها كريم بتعرف مكانها وبتطاردها وبتستخدم قوتها على فتح البوابات علشان تمنع في من الهروب، لكن في بتختفي وبتهاجمها باستخدام قوتها وبتقدر تهزمها. ولما بترجع لفلاش بتتضايق لما بتعرف ان جاك هرب منه وبيستخدموا الجهاز علشان يعرفوا مكانه. اما وينستون بيقدم بوب وهيلين وكمان فروزنت للناس اللي بترحب بيهم، وطبعا ايفلين بتبقى متحكمة فيهم. ولما وينستون بيسأل ايفلين عن النضارات اللي الابطال لابسينها بتقول له ان ده القناع الجديد، وبيطلع وينستون لايف على كل التلفزيونات وبيقول للناس انهم خلاص اتفقوا مع كل قادة العالم على ان الابطال هيرجعوا يساعدوا الناس تاني. وفجأة بتظهر شاشة التنويم المغناطيسي وبتتحكم ايفلين في كل اللي موجودين، وبتستخدم بوب وفروزنت وكمان هيلين علشان تخلي الناس تكره الابطال الخارقين، وبتخليهم يتريقوا على الناس وبيقولوا لهم انهم ما عادوش هيساعدوهم وان الاحسن يعتمدوا على نفسهم والا هيموتوا. اما فلاش وفي بيقدروا يوصلوا لمكان جاك اللي بيبقى مشتعل وبيطفوه باستخدام البدلة، لكن الابطال اللي ايفلين بتتحكم فيهم بيسمعوا صوتهم وبيبداوا يدوروا عليهم، فبيستخبى فلاش وفي ومعاهم جاك في فتحة التهوية، بس الابطال بيعرفوا مكانهم وبيقدروا يحاصروهم، لكن جاك بيكبر حجمه جدا وبيقع عليهم وبيجري وبيدمر كل الجدران، فبيروح فلاش وفي وراه علشان يهربوا من الابطال. وبتتحكم ايفلين في بوب وهيلين وفروزنت وبتخليهم يهاجموا قبطان السفينة وبيتحكموا في السفينة وبيوجهوها ناحية المدينة علشان تدمرها. وبيوصل جاك وفلاش وفي لمكان باباهم ومامتهم وفروزنت اللي بيهاجموهم، بس في بتقدر تحمي نفسها هي واخواتها بمجال الطاقة، لكن جاك بيخرج من المجال وهو طاير وبيروح لوالدته وبيقدر يشيل النضارة اللي بتتحكم فيها. وبترجع هيلين لطبيعتها وبتهاجم فروزنت وبتشيل النضارة من على عينيه هو وبوب وبترجعهم هم كمان لطبيعتهم، وبتاخد البدلة بتاعتها من في علشان يروحوا يوقفوا ايفلين اللي بتؤمر الابطال الخارقين يهاجموهم. وبيوصل الابطال الخارقين وبيهاجموا بوب وعيلته وبيحاولوا يقتلوهم، وبتبدأ معركة قوية جدا ما بينهم كلهم، وبتقدر هيلين تشيل النضارة اللي بتتحكم في كرين وبترجعها لطبيعتها، وبيساعدهم جاك اللي بيتحول لوحش وبيشيل النضارة اللي بتتحكم في راجل البرق، وبيضرب بوب الراجل العملاق بمساعدة هيلين وبيشيل النضارة بتاعته هو كمان. وساعتها ايفلين بتروح تاخد وينستون وبيركبوا الطيارة علشان يهربوا من السفينة قبل ما توصل للمدينة وتنفجر، لكن وينستون بيرفض ان هو يتخلى عن الابطال الخارقين وبينط من الطيارة على السفينة، وبتطلب هيلين من كرين تنقلها للطيارة علشان تمنع ايفلين من الهروب. وفعلا كرين بتفتح لها بوابة وبتدخلها جوه الطيارة، وبتمسك هيلين مسدس الفلير جن وبتصيب ايفلين وبتخرجها من الطيارة، لكن بتنط وراها علشان تنقذها. وبيستخدم فروزنت كل قوته وبيغير اتجاه السفينة وبيكون تلج كتير جدا وبيقدر يوقفها قبل ما تأذي الناس. وبيشكر كل اهل المدينة الابطال الخارقين لانهم انقذوا حياتهم، وبتقبض الشرطة على ايفلين بسبب اللي عملته، وكمان القانون بيوافق على رجوع الابطال الخارقين لمساعدة الناس. وبتروح هيلين تقابل صديقها توني اللي بيعجب بيها وبيقضوا وقت جميل جدا مع بعض. وفي النهاية لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة علشان تشوف الفيديوهات اللي جاية، وكمان تخش تشوف الفيديوهات اللي فاتت. سلام.